يا مساء الخير يا شباب. قبل اي شيء اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد. الفيديو ده هنشرح فيه 3 انواع قسايم: قسيمة النظام والقسيمة التراكمية وقسيمة السلسلة. هسيب لك لينك قناة التليجرام بتاعتنا في الوصف ولينك تحميل الابليكيشن. قبل ما نبدأ هتكتب البرومو كود بتاعنا وانت بتسجل LIAM13 عشان يجيلك بونص 100% لأول عملية ايداع، ده غير مكافآت يوم الجمعة والاثنين. يلا بينا. تمام، هنبدأ بشرح القسيمة التراكمية. هناخد الماتش بتاع اتلتيكو مدريد وريال مدريد، وليكن هنعمل فوز الريال، خلينا ضاغطين عليها وندخل على مثلا على ليفربول وفولهام. هناخد ليفربول مكسب، وهناخد هنا لإي سي ميلان مكسب. تمام، هنا كده لو ضغطنا فوق هنلاقي انواع القسايم. دي التراكمي اللي احنا فيه. التراكمي بيضرب الأود في بعضه، يعني بيضرب 3.73 في 1.3483 في 2.35، فبيجيب لك الأودز اللي هو 12.3 القسيمة التراكمية كلكم عارفينها، ما فيهاش حاجة. فانت لو مثلا حطينا 10، المكاسب المحتملة بتظهر تحت 123 لأنه بيضرب في الأود. تمام، القسيمة التراكمية سهلة. هنخش مثلا على قسيمة السلسلة. هنيجي هنا مثلا هناخد التيم تو كواليفاي فور نيكست ستيج. هناخد اتلتيكو مدريد ان هو اللي هيتأهل للدور اللي جاي، وهناخد في الكورنرات هناخد اقل من 14، وناخد في الكروت الصفراء هناخد اقل من 5.5. حلو اوي. تمام، خدنا كده 3. ندخل تاني على وليكن اتلانتا والايسي. هناخد برضو 3 رهانات. هناخد ان في فرقة تكسب، وهناخد في الكورنرات ازيد من 6.5 يعني 7، وهناخد في الكروت الصفراء وليكن اكتر من 4. تمام، ونيجي ليفربول وفولهام. هناخد ان اللي هيتأهل للدور اللي جاي ليفربول، وناخد الكورنرات اقل من 13 ركنية، وناخد الكروت الصفراء تبقى مثلا اقل من 5.5. حلو كده، معانا 9 احداث في السلسلة. حلو، الاول احنا هنغيرها السلسلة هنا شين. تمام، الاودز ما بيظهرش في السلسلة الا بعد ما القسيمة بتخلص. تمام، نشرح السلسلة مع بعض هنا. تمام، انا هنا معايا نموذجين سلسلة. في نموذج ناجح فوق وقسيمة تحت فاشلة. مثلا احنا اخدنا ماتش في الاول اللي هو الاود بتاعه 1.3، الماتش التاني 1.8، الماتش التالت وهكذا. تمام، جينا في الماتش الاول كسبنا، هنا حالة الرهان كاسب. تمام، فكسبنا كام؟ كسبنا 30 جنيه. كسبنا هنا 30 جنيه لانها القسيمة ب100، واحنا اللود بتاعنا في الاول 1.3، فكسبنا 30 جنيه. تمام، كده اجمالي المبلغ معانا بقى 130. هو بيعمل كده، بعد كده بيرمي لك على الرهان التاني في نفس القسيمة 100 جنيه بس، اللي هي اصل المبلغ اللي انت مراهن بيه. يعني لو مراهن ب 200 بيرمي لك 200 جنيه، مراهن ب 300 مراهن ب10 بس بيرمي لك ال10. هنا جه اخد ال100، احنا معانا 30، اخد ال100 وهنا حطها على الرهان التاني اللي هو 1.8. تمام، الرهان التاني برضو كسب، فبقى معانا كام؟ 210، اللي هي 30 زائد 80، بقى معانا 210. هنا اخد برضو لنفس ال100، بس الرهان التالت في السلسلة في
القسيمة خسر، فبالتالي رجع تاني بقى معاك 110 بعد ما كان معاك 210. اخد 100 من 110 ورماها هنا. 1.4 ده القوت، تمام. الرهان الخامس كسب، حلو، بقى معاك 150. اخد 100 ورماها على القود اللي بعده اللي هو 1.6، تمام، كسب برضو، بقى معاك 210، تمام. هنا جه القود بتاعه 2 خسر لانه رمى 100 من 210، فانت خسرت هنا، رجع تاني معاك 110، فقام رامي 100 سايب 10 ورامي 100 على 1.7، كسبت وبقى معاك 180. لو ادي حدث 2 3 4 5 6 7، قسيمة السلسلة 7 احداث فيها 2 بس خسروا وانت كسبت 70 جنيه او 80 جنيه. حلو، دي قسيمة ناجحة، تمام. القسيمة الفاشلة، احنا معانا كام حدث؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حدث، فشل فيهم 2 بس، لكن قسيمة فاشلة. ازاي؟ حلو، رمينا هنا 1.7، القسيمة برضو ب100، حلو، كسبت 70 جنيه بقى معاك 170. التانية اللي بعدها 1.4، كسبت 40 جنيه بقى معاك 210. القود اللي بعده 2 خسرت، رجع معاك 110. اخد 100 من 110 ورماها على 1.5، كسبت 50، حلو، بقى معاك 160. رمى 100 من 160 على 1.2، حلو، كسبت 20، بقى معاك 180. اخد 100 من 180 ورماها، خسر، كده القسيمة خسرت لان باقي معاك 80، وده اقل من اصل الرهان. يعني لو هو عمل نفس الخطوات دي فوق او تحت ولقى ان المبلغ اللي باقي معاك اقل من اصل الرهان اللي انت رميه، كده القسيمة كلها بتفشل مهما كسبت. لو عامل 100 حدث وكسبت 98 والاتنين فشلوا بالطريقة دي، فكده القسيمة السلسلة بتبقى فشلت معاك. حلو، كده قسيمة السلسلة. ندخل على قسيمة النظام، وليكن هنمسح هنا كده، نخش تاني نعمل 1-1 لأتلتيكو مدريد وريال مدريد. هناخد وليكن ان اللي هيكسب او اللي هيتأهل للدور اللي بعده ريال مدريد. خلينا دايسين هنا، وناخد الكورنرات برضو، نخليها اقل من 14، اقل من 15 يعني. وناخد ليفربول، نعمل مكسب ليفربول مكسب صريح، وناخد اي سي ميلان، وناخد مكسب صريح للاي سي ميلان. حلو، جينا هنا غيرنا نوع السلسلة، نوع القسيمة لسيستم، يعني نظام. حلو، هنا لو واخد بالك بتلاقي بيت تايب سيستم 2/4، لو ضغطت عليها كده بيظهر لي 2/4 أو 3/4. يعني انت بتحدد كام حدث هيكسب في القسيمة. انا القسيمة بتاعتي 4 بس، فانا هحدد ان حدثين بس يكسبوا. حلو، تمام. جاب لك هنا القود بتاعها كام؟ 1.69. طب ازاي يعني بيحسبها ازاي؟ بتخش على الموقع هنا، تكتب في جوجل حاسبة رهان السلسلة، حاسبة رهان النظام قصدي، معلش. بيجيلك في الاول خالص تبع الموقع، بيجيلك هنا انك ازاي تحسبها. يعني مثلا كتبت هنا في الاول، بتكتب انت محدد كام حدث يكسب. انا حددت 2 من اصل كام؟ من اصل 4 مش 3، فانا هغير هنا 4، تمام. مبلغ الرهان بتاعي كام؟ وليكن 100. يعني في الاول بكتب كام رهان انا محدده يكسب، واجمالي الاحداث
يعني كام حدث هيكسب واجمالي الاحداث، وهنا اجمالي المبلغ اللي انا مراهن بيه. تمام. انا عندي هنا اول حدث واحد، القود بتاعه 1.5، فانا هغيره هنا. تمام. الحدث التاني 1.13، واحد. تمام. الحدث اللي بعده 1.483، ربعمية تلاتة وتمانين. تمام. 483. تمام. 2.35. ده آخر حدث معانا في القسيمة. ده 2. تمام. الأرباح المحتملة هنا 255 لو أنا حاطط 100 جنيه. تمام. يعني لو عايز تفهم قسيمة النظام بتحسب ازاي بالظبط، تدخل على جوجل وتكتب شرح قسيمة النظام أو حاسبة قسيمة النظام. تمام يا شباب، كده نكون شرحنا الثلاث أنواع قسايم المتعارف عليها، يعني اللي هي قسيمة النظام، قسيمة السلسلة، والقسيمة التراكمية. هسيب لكم لينك الجروب بتاعنا أو القناة بتاعتنا على التليجرام تحت في الوصف، ولينك تحميل الابليكيشن. أشوفكم الفيديو اللي جاي. شكرا.